السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم يا رب، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير. يلا نعمل فانوس القمر دوت بشوية كده كرتون من عندنا، بدل ما يترموا نعمل أحلى فانوس. يلا نشوف الفكرة مع بعض. طبعا احنا عارفين دلوقتي الفوانيس غالية قوي. قومي كده هاتي أي كرتونة من عندك قديمة كده هوت وتعالي نعمل الفانوس ده. اعملي فوانيس لعيالك كده فرحيهم بيها، او حتى اعملي فوانيس دي حطيها كده ديكورات. طبعا كل المقاسات دي انا هكتبها لكم في صندوق الوصف عشان تقدري تعملي فانوس بنفس الحجم ده. طبعا لو عايزة تعملي فانوس حجمه كبير شوية هتضربي المقاسات دي بقى في اتنين في تلاتة. يعني ممكن تعملي فانوس زي ده كبير كده وتحطيه ايه في الارض كده في كورنر كده، وهيكون شكله جميل قوي ومش هيكلفك اي حاجة خالص خالص. دي كانت كرتونة كده قديمة، كانت كرتونة مية وبدأت أعمل بيها الفوانيس دي. بجد فكرة سهلة وجميلة جدا، ولو مشيتش معايا بالخطوات وبنفس المقاسات هيطلع معاكي فوانيس قمر خالص. ده فانوس مجسم كده زي ما احنا شايفين. ابدأي كده من دلوقتي، حضري بقى رمضان بقى، كل سنة وانتم طيبين. ده طبعا شهر جميل جدا جدا بنستناه من السنة للسنة، ومن عاداتنا احنا المصريين بقى بنحب نزين البيت ونزين البلكونات، وكنا زمان بنزين الشوارع. فدلوقتي طبعا عشان الدنيا غالية فبنحاول نعمل باقي حاجات من البيت كده تكون موفرة واقتصادية. يعني بقى يعني نوفر بقى الفلوس بقى للأكل والشرب ومتطلبات الحياة. ولو جت على الفوانيس والحاجات الصغيرة دي، اقعدي انت كده وولادك كده اعملوا كده فوانيس مع بعض وهيفرحوا بيها والله. وتبقي برضك شلتي من الميزانية تمن الفوانيس. هنا كنت بوريكم اللي انا قطعت الجنبين بتاع الفوانيس زي ما احنا شايفين، وببدأ اعمل بقى الاجزاء ديت بحيث يكون معايا كده هوت مجسم، واقدر اللي انا احطه على ترابيزة، احطه على رف، يكون شكله حلو. بدأت اللي انا اقطع الاجزاء ديت، وهبدأ اللي انا الزقها بمسدس الشمع. بس هنا كانت حتة الشمعية صغيرة، قلت بقى افك الكيس بقى واجيب الشمعية الكبيرة دي. فدلوقتي بقى هبدأ اللي انا الزق معاكم. بصوا هي دي الفكرة بقى، اللي انتي بتحطي وش الفانوس وهتبدأي تحطي من الأجزاء دي وتوقفيها. بتلزق حلو جدا جدا بمسدس الشمع. بس أهم حاجة ثبتي ايدك عليها كده كذا ثانية. او هعيد تاني جنبيكوا، هعيد لكم تاني اهو المنظر تاني. اهو الجنب التاني اهو بتبدأي تحطي كده المسدس وتلزقي قطعة الكرتون. فانوس حلوة قوي وبيستحمل معاكي وجميل جدا جدا. انا عملت منه اتنين بس بالحجم الصغير ده، ما رضيتش اعمل بالحجم الكبير عشان انا كده كده عندي فانوس كان عندي بقاله كذا سنة، يعني اللي هو الفانوس المعدن ده. طلعته برضك كده وغسلته. وفي حاجة اسمها ورنيش مائي كده بيتباع من عند بتاع الدهانات يعني. حطيت عليه ورنيش مائي كده بحيث ما يصديش. خلاص بقى اللي معاه حاجة الصراحة اليومين دول يحاول كده يحتفظ بيها، عشان اديكوا شايفين الغلو اللي احنا فيه. وبرضه فوانيس الكرتون دي بعد ما خلصتها، بس الخطوة دي ما عملتهاش يعني معاكم، دهنتها برضه بالورنيش المائي. الورنيش المائي ده بيديكي لمعة، وكمان بيمنع اي اتربة او اي حاجة. يعني اي اتربة او او مية او اي حاجة جت على الحاجة اللي انت عاملاها، سواء بحاجة بالكرتون او بالبلاستيك او ايا يكن، تقدري تمسحيها، مش بيأثر عليه خالص. يعني انا برضو عامله برطمانات للمطبخ اعاده تدوير وكده، بدهنها بالورنيش المائي بحيث جه عليها ميه من المطبخ او اي تراب او اي حاجه يحتفظ بالحاجه اللي انا عاملاها. والورنيش ده زي طبقه عازله كده بيكون لونه ابيض، بس لما تحطيه على الحاجه مفيش 5 دقايق بيقلب بلون شفاف اكنك مش حاطه حاجه خالص، بس هو كطبقه حمايه. المهم نرجع تاني للفانوس اللي احنا بنعمله. هنا هو بعد ما اثبت الاجزاء هبدأ ان انا اثبت الكرتون كده بالجنب. انتوا فهمتوا اكيد الفكرة معايا. هبدأ ان انا اثبت كده بالجنب، وفي الاخر خالص هحط وش الفانوس. تقدري بقى تجيبي بقى ورق زي اللي انا جايباه ده كان مشمع. كان مشمع بتاع الخيامية. ممكن بقى تعملي بقماش، مش متوفر عندك خالص ممكن تعملي بأي يعني بأي استيكرات عندك، فاهمين قصدي. بس المشمع ده حلو بيستحمل الصراحة. كنت جايباه اللي انا كنت عايزة احط المشمع ده على ترابيزة السفرة، بس كنت جايبة امتار كبيرة يعني كتير. قلت اعمل بيه كده شوية افكار. اول فكرة خالص هي الفانوس، وحبيت ان انا اعمل الفكرة بدري وانزلها لكم بدري، بحيث تقدروا اللي انتوا تنفذوها قبل ان شاء الله شهر رمضان.
وكمان ابدأوا من دلوقتي بقى فرزوا كده، هي كده كده الحاجة مش هترخص على رمضان يعني. احنا عارفين يعني بيبقى وقت بقى ايه الفراولة او وقت الخضار والطماطم والكلام دوت، بتنزل كده شوية اول الموسم، بعد كده بتبدأ ترخص، بس ما شاء الله عشان رمضان ايه لاحم مع نفس الوقت، فالحاجة مش هتلحق ترخص. فغلو بغلو بقى ابدأي من دلوقتي. يوم كده تجيبي كيلو فراولة تروحي حاطاه على كيستين كده ينفعك في العصير، تغسلي شوية كده بشوية، تغسليها حلو الفراولة كده، وتشيلي الجزء الأخضر اللي فيها بشوية سكر كده وتقلبيها وتحطيها على كيستين. ابدأي هاتي خضار كده وابدأي فرزيه. ابدأي هاتي طماطم وعصريها كده وسبكيها وعينيها عندك في الفريزر. اهو اي حاجة من دلوقتي في وقت الغدا كده وانت بتعملي ايه، تجيبي يعني كيلو زيادة ولا حاجة وتبدأي تشيلي، بحيث ان شاء الله يجي عليكي رمضان يعني تكوني شايلة من الميزانية اهو، فاهمين قصدي، تكوني شايلة من الميزانية بقى ايه، اهو كيسين خضار على كيسين فاكهة على شوية صلصة. هي برضك جاي مثلا تعملي فراخ، شيلي كده صدر كده، بداية اللي انت قطعيه وفروميه كده واعمليه ناجتس اهو ينفعك في اي يوم جنب الفطار. وهكذا نحاول ايه ندبر كده ايه امورنا، وربنا يا رب ييسر الحال ايه ويرفع عننا الغلاء. المهم هنا اهو كنت بوريكم الفانوس، بدأت اللي انا اقطع بالمشمع بتاعي، هي نفس المقاسات اللي انا عاملاها. هعمل ايه، هقطعهم، بس انا ايه بستخدم مقص صغير، طبعا لو بتعرفي تتحكمي في مقص كبير استخدميه. قطعت هنا هو الجزء اهو زي ما احنا شايفين، والجزء التاني هبدأ ان انا ان شاء الله الزقهم، بس مش هلزقهم بمسدس شمع، بلزقهم بدبل فيس. الدبل فيس ده بيتجاب منين؟ بيتجاب من المكتبة، بتروحي تقولي له عايزة دبل فيس، بيكون حلو قوي ايه الحاجات اللي هي الاعمال اليدوية دي، فاهمين قصدي. هنا خلاص بعد ما لزقت ايه الفانوس بتاعي وشايفين واقف ازاي وجميل وقمر، ببدأ ان انا اقصقص كل الحاجات دي. اهم حاجة تاخديها بالمقاس، يعني يكون معاكي كده مسطرة وقلم الرصاص وتبدأي تعملي المقاسات بحيث يطلع معاكي الحاجة مظبوطة، يبقى الشغل كده ايه على مية بيضة زي ما بيقولوا، متقعديش بقى تقولي اعمل بالوايم ولا هتلاقيه وقف معاكي وهتلاقيه عكيت الدنيا. اي حاجه مسطره بقلم الكراسات هيطلع معاكي مقاسات جميله. هو ده الدبل فيس هو اللي كنت بوريهولكوا، ده الصراحه انضف دبل فيس اشتريته. لما خلص من عندي نزلت اشتريت واحد تاني لسه شارياه، بس فيه زي فلين كده مش عاجبني، لان بيديكي يعني علو عن الحاجه اللي بتلزقيها، فاهمين قصدي. لكن ده الصراحه ممتاز، لو لقيته من دوت اشتروه. بس ده كان عندي، يعني كان عندي من السنه اللي فاتت اصلا، كان عامل 10 جنيه، بس دلوقتي طبعا تلاقيه بقى ممكن يكون مش موجود بقى، لان لما نزلت اشتريت ايه ملقتش نفس النوع، بس الصراحه كان جميل قوي. بس هبدا بقى ان انا الزق الفانوس بتاعي كده عشان يديني الفينش النهائي زي ما احنا شايفين. بجد فانوس جميل قوي. وممكن بقى ايه اللي انتي يعني مثلا ده وجهه كده هو تمام، ممكن من ورا تروحي مثلا مقطعه كده حته مربعه، وتحطي فيه زي شمعات كده صغيره بتتباع، كنت جايباها برضو 5 جنيه. شمعات كده بحجارات، تبدأي اللي انت تحطيه من ورا وتنوري الشمعية. بس بقى من قاعدة الفانوس ممكن تلزقي كمان حتة كرتون ويكون فانوس منور. بس الكلام ده لو هتستخدمي بديك افكار، يعني لو هتستخدمي مش خيامية بقى، لو هتستخدمي مثلا اي حاجة تكون شفافة، او ممكن حتى تعملي بورقة زبدة، يعني ممكن تعملي زي الفانوس ده وتعملي فيه زي دواير او حاجة بحيث تكوني مفرغاه او خطوط مفرغاها، وتعملي بورقة زبدة موجودة عندنا طبعا في المطبخ، وتحطي فيه الشمعية اللي هي المضيئة اللي بقولك عليها دي، يكون فانوس مضيء. لو مش عايزة تكلفي نفسك وتشتري ايه المشمع الخيامية دوت. دي كده برضك فكرة جميلة قوي اللي انا ايه قلتها لكم دلوقتي. المهم ايه دلوقتي خلاص بدأت اللي انا الزق الفانوس بتاعي وشريط البومبوم اللي احنا شايفينه دوت، ده برضو بيتباع بالمتر وبيتباع عند اي حد بتاع ادوات منزلية. برضو مش شرط ان انت تحطي شريط البومبوم ده، ممكن تخليه زي ما هو كده سادة، او ممكن تحطي دانتيل، ممكن لو عندك حتة اي قماش مثلا متبقي عندك تبدأي تقصقصيه رفيع كده وتبدأي اللي انت برضك تلزقيه. اي حاجة تقدري تعمليها بايدك اعمليها، هتكون حلوة قوي. وبعدين الطفل بيقدر الحاجة دي، لو بتقعدي تشاركي اطفالك تخليهم مثلا يقعدوا يعملوا معاكي، لما الفانوس يخلص هيكونوا فرحانين بيه قوي قوي قوي، لان ده برضك اعمال ايديهم ايه ويكونوا محافظين عليه. وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات جاية كتير برضو على افكار برضو رمضان. احنا دلوقتي بادئين في سلسلة كده ديكورات رمضان، بس عايزاكي بس لو يعني لسه معايا لحد دلوقتي في الفيديو حطيلي لايك، اللايك مهم جدا بالنسبة لي،
بيرفع معايا الفيديو، يخليني ان انا مستمرية ان انا ايه انزل لكم فيديوهات. يعني اللايك ده برضو بيفرحني وبيرفع لي الفيديو. وانزلوا بقى اكتبوا لي يلا في الكومنتات بقى كل سنة وانت طيبة كده هو. وانتوا طيبين يا رب العالمين. و... وان شاء الله يعني الفيديوهات الجايه هتكون زي ما قلت لكم كده عن ديكورات رمضان، وبعد كده ان شاء الله نعمل روتينات بقى التنفيضات والحاجات اللي احنا بنحبها ديت. واكتبوا لي برضو في الكومنتات بدأتوا بقى تنفضوا بقى لرمضان ولا لسه، وبدأتوا اصلا تزينوا البيت ولا لسه. انا عارفه اللي هو لسه بدري، بس احنا يعني عشان شغلنا على اليوتيوب وكده فبنحب نعمل الحاجه دي بدري بحيث ايه تاخدوا منها افكار. هنا هو كنت خلاص بقى بفنش الفانوس بتاعي، خلاص دي اخر جزئية خلاص بحطها. بس بحب ايه اتوصى كده باللزق بحيث ايه يكون لازق معايا كده ومتين. واصلا في نهاية رمضان يعني بقعد اجمع بقى كل الحاجات اللي انا كنت عاملاها دي ايه واشيلها كده في كرتونة تحت السرير بحيث كل رمضان اطلعها من غير شر كده بإذن الله. آم، ازين برضو بيها البيت. يعني الحاجات دي مش بعملها كده وبرميها، لا انا بحتفظ بيها. وعندي برضو حاجات من رمضان اللي فاتت، من رمضان يعني اللي فات برضو ان شاء الله هطلعها وابقى برضه ازين بيها. وان شاء الله هبقى اوريكم كده جولة في الحاجات ايه اللي انا بزينها كده بحيث برضه تاخدوا برضه مني افكار. هنا خلاص كده الفينش النهائي بتاعي. بحط شريط البومبوم ده زي ما احنا شايفين، وبرضه ايه بلزقه بدبل فيس كده حاجة بسيطة من ورا بحيث برضه لو عايزة استخدمه تاني بتاع ايه يكون متاح بالنسبة لي. ده كده خلاص كده الفانوس بتاعي خلص اهوت. لو عايزه تعملي له مثلا زي ايد كده اهوت برضو ممكن تقصقصي بالكرتون نص دايره او حاجه وتلزقيها من فوق، بس انا محبتش اعمل له ايد خليته كده اهوت بس لان انا ايه هحطه كديكور. فاهمين قصدي؟ فكره سهله وبسيطه ومن اي كرتون عندك بدل ما ترميها اديك عملتي بيها حاجه شكلها جميل وشكلها شيك. و... وبصراحه هو جميل اوي، هو عاجبني يعني. كنت الاول هعمل فوانيس صغيره كده هوت واعمل لهم بشريط واعلقهم، بس لقيت ان انا اعمله مجسم كده يكون احلى. بس هي دي فكره النهارده، اتمنى ان هي تعجبكم واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.